السلام عليكم ورحمة الله. أثيرت حالة من الجدل بعد تصريحات وصفت بأنها مذلة من رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ عن المذيع المصري عمرو أديب. وصفه بأنه عبارة عن صناعة سعودية. وقال تركي آل الشيخ خلال لقاء مع عمرو أديب على شبكة MBC السعودية إن هذا المذيع المصري مجتهد ورائع، لكن جزء من نجاحه وتاريخه صناعة سعودية. وأشار المسؤول السعودي البارز لفترة عمل عمرو أديب في قناة أوربت السعودية، ما جعله معروفا كمذيع بين العالم العربي. وأثارت تصريحات تركي آل الشيخ عن عمرو أديب حالة من الجدل، وتحديدا بعد وصفه بأنه صناعة سعودية، حيث اعتبر الكثيرون أن الأمر يعبر عن إذلال وتحقير للمذيع المصري. فقال رجل الأعمال المصري الشهير أشرف سعد والهارب في لندن: كلام تركي آل الشيخ صحيح 100%، ولا أحد عاقل ينكر أن أوربت السعودية هي من عرفتنا عمرو أديب من خلالها، وحتى أحمد موسى وخير رمضان وكثير من نجوم الإعلام كان لأوربت فضل عليهم. لكن الذي لا يعلمه تركي آل الشيخ أن أوربت عندما تركها عمرو أديب أصبحت نسيا منسيا. وصف الناشط المصري أحمد البقري مشهد عمرو أديب وهو جالس أمام تركي آل الشيخ بأنه يعبر عن الإذلال. وغرد الأكاديمي المصري سامي يوسف، وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ للإعلامي عمرو أديب: جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية. وأنا أصحح هذا التصريح وأقول إن عمرو أديب صناعة من يدافع أكثر في حياته المهنية كلها هي سعيا وراء المال وليس المبادئ. وإذا وجد كفيلا يدفع له أكثر من دولة أخرى سيترك السعودية وسيذهب للكفيل الجديد. وكتبت الناشطة والصحفية ياسمين محفوظ: الراجل مغلطش، فعلا عيلة أديب صناعة سعودية. مجلة كل الناس وجود نيوز وأوربت دليل، يعني طول عمرهم شغالين بطريقة الكفيل، واحد بيكتب بلسانهم والتاني بيتكلم بتوجيهاتهم. وكمان عمرو قال إنه اتربى وثقافته تشكلت من مجلتين خليجيتين. فالضيف الخليجي رد عليه وقال: احنا اتثقفنا من المجلات المصري. وانتقل التفاعل ايضا والسجال الى الجانب السعودي، وتحديدا بين النشطاء الذين علقوا على الامر وركزوا على حالة الغضب بين المصريين. فكتب ناشط سعودي وقال: المصريين مش طايقين كلمة من تركي آل الشيخ، ويتابعون اللقاء يدرون اي مشكلة صار ضحيتها عمرو أديب، اللي علاقته بتركي آل الشيخ قوية مثل ما علاقته بالسعودية كثيرة ومحبوب. شخص خلوق ومحترم وكلنا ننظر له بنظرة احترام. مع احترامي للكاتب والناشط السعودي، نحن في مصر لا ننظر له لا بإجلال ولا باحترام. وأضاف: طبعا كل منتقدينه أثار نقصهم كيف يقولون صناعة سعودية، ولو قال أحد صناعة فرنسية ولا بريطانية فرحته. يا أخي عادي إن مؤسسات بدول أخرى تنجح شخص. هذا رونالدو مثلا ينسى فضل مانشستر يونايتد وهم اللي صنعوه فعلا، وميسي هل ينكر فضل برشلونة؟ بس لمن يكون الموضوع في السعودية بتزعلون. وكتب حسام الكعام قائلا: جدل وامتعاض بين المصريين على خلفية قول تركي آل الشيخ لعمرو أديب: جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية. ورد عمرو أديب: نعم ولي الفخر. بعض المصريين يتجاهلون أن أغلب القنوات الفضائية الكبيرة هي سعودية مثل أوربت وMBC وغيرها، وهي التي لها الفضل بصناعة نجاح المصريين من مذيعين وفنانين وممثلين بتبينهم والترويج لهم بعد أن كانوا مغمورين لا يعرفهم إلا أبناء حارتهم.